كان الرجل ينظف الفيلا التي ورثها عن جده عندما اكتشف تابوتا قديما ومتهالكا في القبو، وعندما اقترب منه لاحظ أنه يصدر رائحة غريبة ولكنها لطيفة، فظن أن التابوت لابد أنه قطعة أثرية، فسحبه إلى غرفة المعيشة وبدأ ينظفه بعناية من الغبار. وقبل أن يرفع الغطاء ليفحص ما تحته صدم مما رآه. كان داخل التابوت مليئا بتروس قديمة، وزاد هذا من اقتناعه بأن التابوت ثمين، فاتصل بصديقه الماهر في الميكانيكا ليساعده على التحقيق. وجد صديقه مفتاح تدوير مصنوعا من الذهب الخالص بين التروس، فأدخله بحذر في فتحة قريبة وأدار المفتاح عدة مرات، ولدهشتهم بدأت التروس داخل التابوت تتحرك من جديد. دافع الفضول حول الغرض الحقيقي من التابوت، دفع جيسون ليضع سمكته الذهبية الأليفة في الداخل، ثم أدار المفتاح 100 مرة كاملة، ومع دوران التروس وتحولها إلى اللون الأحمر انطلقت صاعقة نحو السمكة في المنتصف، ولكن السمكة لم تتأثر كثيرا على ما يبدو. بحث جيسون عن أجوبة في كتاب قديم وجده داخل التابوت، ولكن اللغة القديمة والغريبة كانت غير مفهومة تماما. وفي تلك اللحظة لاحظ صديقه أن السمكة توقفت عن الحركة، فاعتقد أن البرق قتلها، ولكن عندما أنهى المفتاح دورانه الأخير عادت السمكة فجأة إلى الحياة. قرر جيسون أن يطلب المساعدة من شقيقه وهو أستاذ جامعي، وبعد بحث طويل في المكتبة وجد أخوه دليلا. التابوت بني على ما يبدو من قبل فرعون قديم ليضع نفسه في حالة مؤقتة شبيهة بالموت، لكن لم يتمكن أحد من فهم كيفية عمله بدقة. بجرأة تسلق جيسون داخل التابوت ليجربه بنفسه، وكان صديقه يسجل كل شيء بكاميرا فيديو، ومع شد المفتاح بقوة على يد أخيه اندفعت صاعقة حمراء نحو جيسون ففقد الوعي على الفور. دخل شقيقه في حالة ذعر، وفي هذه الأثناء نظر جيسون في صدمة إلى جسده وحاول لمس صديقه، ولكن يده مرت من خلاله. وقبل أن يطلب المساعدة جلس جيسون فجأة من داخل التابوت ووصف تجربته في التحول إلى روح، وبعد ساعتين من التحضير النفسي دخل أخوه التابوت أيضا، وهذه المرة أداروا المفتاح 200 مرة فخرجت روح أخيه من جسده. وبعد أن نظر إلى نفسه وهو مستلق في التابوت اخترق الجدار وخرج من الغرفة، واستمر بالمشي في اتجاه واحد ليختبر إلى أي مدن يمكن لروحه أن تبتعد عن جسده. وفجأة وجد نفسه أمام سكة قطار، ورأى قطارا قادما نحوه فصرخ من شدة الرعب، وفي اللحظة التالية عادت روحه فجأة إلى جسده. وعندما جاء دور الصديق عملت ساقاه المعاقتان بشكل طبيعي أثناء وجوده في شكل الروح، ومشى عبر الحائط وصادف الفتاة التي يحبها تتشاجر مع صديقها. نظر إليها بحزن وكان يتمنى أن يمسح دموعها، ولكن في تلك اللحظة وصل المفتاح إلى دورته الأخيرة واختفت روحه ببطء في الهواء. وبعد أن خاض الثلاثة التجربة شاركوا بعضهم ما مروا به، ولكن شقيق جيسون حذرهم من تكرار الأمر لأنهم لا يعرفون بعد ما إذا كان للتابوت أي آثار جانبية. ولكن جيسون وقد استولى عليه الحماس تجاهل التحذير تماما، وبمجرد مغادرة شقيقه وصديقه عاد بحماس إلى التابوت، وهذه المرة أدار المفتاح 500 مرة بنفسه وانطلقت روحه مباشرة إلى المتجر الذي يعمل فيه. وفي هذه الأثناء كان صاحب المتجر يعد الأرباح اليومية بسعادة، وبعد أن انتهى من العد ذهب إلى الخزنة ليخبئ النقود دون أن يدري أن كلمة السر قد تم حفظها بالفعل بواسطة جيسون غير المرئي الواقف بجانبه.